بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى لكم فيديو حلو، رب بقى يعجبكم. ايه رايكم بقى في السفره الحلوه دي؟ طاجن مكرونه باللحمه، وصينيه مسقعه، وطبعا ده عيش اللي هو الحواوشي. مش هقول لكم العيش ده ايه الوقت الا لما في الاخر هقول لكم ده ايه. عشان تشوفوا النتيجه معايا. وطبعا السفره الحلوه دي كلها من غير لحمه. هتقولي ازاي من غير لحمه؟ امال اللي على المكرونه دي ايه والعيش في ايه؟ مش لحمه يا جماعه، مش كل البيوت معاها ان هي تجيب لحمه. طبعا عارفين طبعا غلاء الاسعار. آه، وطبعا عارفين يعني الحمد لله الحمد لله. آه، طبعا الدنيا بقت يعني غاليه جدا، والحاجه بقت غاليه جدا. وطبعا مش كل الناس تقدر تجيب كيلو لحمه ب180 او 190 او ب200. في كل مكان مش سعر واحد. فتعالوا بقى نخش نشوف احنا عملنا السفرة دي ازاي، وبحاجة موجودة في كل بيت، وهتقدر تجيبيها. مش هتكلفك غير 10 أو 15 جنيه. بس هي والله العظيم هي ما كلفتني 15 جنيه. وأنا بحلف بالله كل اللي كان الأكل بصراحة فكر إن هو أصلا لحمة. والله ما قلت لهم إلا النهاردة النهاردة أو بعدها بساعتين كده إن هي مش لحمة. لما بقول الأكل حلو واللحمة حلوة قلت لهم على فكرة دي مش لحمة، مش لحمة خالص. هو اللي ياكلها يقول ده لحمة، بس هي أصلا مش لحمة. زي ما قلت لكم كده. في ناس طبعا وبتبقى أسرة كاملة ما معهمش يجيبوا لحمة. فطبعا بدل ما يعملوا بقى مثلا بطاطس أو رز أو حاجة، فدي طبعا يعني مش مكلفة خالص. ويبقى 10 جنيه تقدري تعملي سفرة حلوة زي دي. بيبقى أي بواقي عندك بقى في البيت، شوية مكرونة على شوية مش عارفة، على بطاطساية، على مش عارفة بتنجانية. زي ما أنا عملت في الفيديو كده وهتشوفوا. وتعالى بقى نخش نشوف الطريقة الحلوة دي عملناها ازاي. انا جبت لكم المقطع ده في الاول عشان تشوفوا من الاكل اللي انا عملته. والله هو مش كلفني حاجه خالص، انا بحلف بالله. لو النتيجه بتاعته مش حلوه بتاعت الاكل ده، انا مش هطلع بالفيديو ده خالص خالص. لان انا الحمد لله واخده عهد على نفسي، كل حاجه بقدمها في القناه بمصداقيه جدا. وطبعا انا مش هغشكم. واولا كمان ايه، مش هخليك تكلفي حاجه وتطلع وحشه في الاخر، لا طبعا. طبعا معايا جبت كده صينية على البوتاجاز. ده دهن يا جماعة، دهن بتاع الحيوان اللي هو بتاع المواشي يعني. ما بتروحي تجيبي لحمة كده بتجيبي تخلي الراجل يديكي دهن. هو ده الدهن ده أنا كنت جايبة فيه الكيلو ب15 جنيه، ب15 جنيه ومسيحاه. بس الكلام ده بقاله فترة بصراحة، بقاله كام شهر. وسيحته وحطيته في الفريزر وباخد منه. تقدري تجيبي لو نص كيلو حتى وتحطه عندك سايحة وتسيحيه وتحطه في الفريزر وتاخدي منه زي ما انا عملت كده. وطبعا معايا بصلتين عاملهم في الكبة، بصلتين كبار. آه، هشوحهم شوية الأول. هشوحهم كده، أحط عليهم رشة ملح عشان يتبلوا براحتهم. وأسيبهم يتشوحوا كده براحتهم، وهنزل عليهم بقى كده بقرن فلفل. ده قرن فلفل يعني، ما روحتش جبت حاجة مخصوص. طبعا عندك بصل في البيت. الفلفل لو هتجيب ب5 جنيه فلفل على خيار. على فكرة معظم الوقت بجيب كده في السوق، بجيب 10 جنيه فلفل وخيار على بعضه. مفيش أي بياع بقولك لأ، المهم إن هو عايز يبيع وخلاص. ف طبعا كان عندي قرنين فلفل في البيت، 3 4 قرون بصراحة، كنت جاي من أيام السوق. وطبعا البصل كان عندي. هشوف بقى احنا اشترينا ايه من بره. والأكلة كلها والله ما كلفتني حاجة خالص غير حق المكون اللي هنشوفه دلوقتي عملنا بيه اللحمة ازاي. طبعا حطينا مكعب دهن. الدهن طبعا هيطعم الوصفة معايا، وهيخليها كأنك بتاكل لحمة بالظبط كده. البصلة بعد ما اتشوحت وخدت لون حلو كده معايا. دي عدس بجبة يا جماعة، عدس بجبة اللي هو بتاع الكشري المصري اللي هو الغامق البني. سلقته نص سلقة أو 3/4 سلقة، وضربته كده في الكبة، بس ما تضربوش ناعم. ويمكن يكون ناعم معايا بسيط، بس انت ما تعملوش ناعم كده. آه، وهنزل بقى اشوحه مع البصل زي ما انتم شايفين. والله يا جماعة والله انا بحلف بالله طعمه زي اللحمة بالظبط. يعني ولادي وفي حد كمان كان يعني كان عندي وكل من الاكل.
وهو ما شافش وانا بعمل الاكل، يعني ما شافوش. هي واحده كانت عندي يعني وكلت. بصراحه بتشكر يعني هي مفكره ان اللحمه، تقول اللحمه طعمها حلو في الاكل. قلت لها على فكره هي مش لحمه خالص. فجربوها بنفس التركات اللي انا بعملها، وهتعجبكم ان شاء الله. وكلها بروتينات طبعا. وبدل ما تعملي اكل ناشف او حاجه ارداحي، هتعملي الوصفات اللي انا عملتها دي، وان شاء الله هتعجبكم. ان شاء الله كل الوصفات بتاعتي على قد الايد، ان شاء الله باذن الله. كل الوصفات بعد كده هنزلها على قد الايد يا جماعه. ما اقعدش اعمل اي حاجه مثلا مكلفه خالص، علشان طبعا يعني غلاء الاسعار اللي احنا فيه. ربنا يلطف بينا يا رب. فما نشوف الدنيا مودينا على فين. كده خلاص. سبتها بس تتشوح بسيط كده. احط عليها بقى البهارات بتاعتها: الملح، الفلفل الاسود، كمون. عايزه تحطي بابريكا، عايزه تحطي توم وبصل بودر براحتك، عايزه تحطي مرقه براحتك. كل بهارات انت عايزه تحطها، بهارات لحمه براحتك برضو، حط اللي انت عايزاه. بس ما تكتريش بهارات، يعني احنا مش هناكل بهارات، احنا عايزين نحس بطعم الاكل اللي احنا بناكله. كده بقى بعد ما حطيت لو عايزه تحطي طماطم، اللي هي طماطمتين مثلا تكون عاملاهم في الكبه براحتك، معلقه صلصه براحتك، طماطمايه مبشوره، طماطمايه مكعبات براحتك برضك. هي دي في ايدك. شوفوا يا جماعه، والله العظيم انا كنت حاسه فعلا ان انا بعصب. انا عندي لحمه في الفريز على فكره، لحمه مفرومه، بس انا مرضتش اطلعها. قلت لا، انا هعمل معاكم الوصفه دي. طبعا زي ما انتوا قلت لكم كده في اول فيديو، مش كلنا بنقدر نجيب اللحمه. انا واحده من الناس مش دايما بجيب اللحمه، مش كل يوم بجيبها بصراحه. فبدل ما اكل ولادي اكل ناشف، بعمل لهم الوصفات دي وبتعجبهم وبتبقى حلوه. طبعا معايا طاجن. شوفوا يا جماعه، دي لحمه ولا مش لحمه؟ ان شاء الله كل اللي يخطر على بالكم هنعمله في القناه باذن الله. ان شاء الله الفتره اللي جايه دي نعمل كل حاجه في القناه. طبعا الدولار غلا وكل حاجه غلت، فطبعا لازم نلم النعمه عشان النعمه تلمنا زي ما بيقولوا. وطبعا ربنا يسترها علينا ان شاء الله وعليكم. طبعا جبت الطاجن بتاع الحلو ده، حطيت فيه كام معلقه كده. قلت طبعا اللحمه بقى، ما احنا مش هنقول بقى عدس، هنقول لحم. ماشي. قيمه العدس يا جماعه، القيمه الغذائيه اللي في العدس هي القيمه الغذائيه اللي في اللحمه. ابحثوا عنها كمان على النت وهتعرفوا كده. معايا كمان مكرونة أقلام زي ما انتم شايفين. لو عايزة تحط مكرونة اللي هي المقصوصة خواتم براحتك. طبعا أنا بجيب كل تلات، يعني كل السوق بجيب 10 مكرونة، والله مش بكتر عن كده، وساعات بجيب ب5. وبحط في البرطمان اللي انتم شايفينه ده. ان عوزتها الوصفة، انا عوزتها الحاجة الأكلة، بطلع كده زي ما انتم شايفين. يعني ما روحتش جبت من بره مخصوص. وطبعا كان عندي طماطم. يعني اشتريتش العدس، ما اشتريتش العدس، والله ما اشتريت العدس ب10 جنيه. والله مصلي على حضرة النبي. وجبت ايه تاني؟ وجبت ب5 جنيه فلفل، وب5 جنيه كوسة. بس 20 جنيه. هما دول اللي جبتهم بس، يعني ما جبتش حاجة. ما شاء الله عملت 3 أصناف بال20 جنيه في الغلا اللي احنا فيه ده. وما شاء الله خلصوا. والله ما بات منهم حاجة. بصراحة لما معلقة مسقعة واحدة بس، وأنا فطرت بها الصبح، بس الساعة كانت 11 الصبح. من حلاوتها وطعمها كان طعمها حلو. طبعا طاجن المكرونة. حط بقى في الفرن، حط على صاجة على البوتاجاز براحتك. لو الطاجن ده بتحط على البوتاجاز حط على البوتاجاز، لو بتحط في الفرن حطه في الفرن. هنا الكاميرا كانت وقعت مني، والحامل كان اتكسر، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. طبعا هعمل صينية مسقعة كمان. حط بس معلقتين 3 زيت كده. هعملها ني في ني يا جماعة، يعني مفيش برضو، مش هنكلف زيت برضك. ني في ني، قسما بالله طعمها تحفة. تحفة يا جماعة. مش هحمر بقى ولا بتنجان ولا الكلام ده، عشان الزيوت تبقى حاجة صحية برضو. فتوفير جامد يعني. طبعا هنوفر في الزيت. عارفين الزيت، ازازة الزيت بكام؟ انتوا عارفين ازازة الزيت وصلت لكام يا جماعة؟
كنت عملت فيديو قبل ده، بس بصراحة كان مش عارفة التليفون كان حصل له اتمسح مني، الكلام ده من كام يوم. كنت عملت فيديو. آه كنت عملت ايه، اللهم صل على حضرة النبي. بس كانت باللحمة بصراحة، كانت ايه، كنت عملت حاجة بس كان طعمها جميل جدا. وزعلت جدا اللي مش نزلتها لكم في القناة. أرنبيط باللحمة المفرومة، طاجن أرنبيط بالبشاميل واللحمة المفرومة، والله حكاية هعمله لكم تاني وانزله لكم في القناة. حكاية يا جماعة، يعني انكم نعمله بالوصفة اللي احنا عاملينها دي، اللي هي بتاعة اللحمة اللي احنا عاملينها بديل اللحمة ده. نكم نعمل بقى القرنبيط باللحمة المفرومة والبشاميل، طعمه يا جماعة رهيب، والله رهيب. ان شاء الله ابقى اعمله لكم تاني. ف طبعا عملت بطاطس وكوسة، وعملت شرايح فلفل اخضر، وطبعا شرايح جزر. مش عايزة تحطي جزر ما تحطيش، مش عايزة تحطي كوسة ما تحطيش. عايزة تحطي بتنجان وبطاطس بس حطي براحتك. يعني معاكي كل حاجة عايزة تحطها حطها، مش عايزة يعني اختيار، يعني في حاجات اختيار يا جماعة، في البصل، في الجزر، وفيه اللهم صل على حضرة النبي، وفيه الكوسة. الجزر والكوسة اختياري يا جماعة، براحتكم، مش عايزين تحطوها ما تحطوهاش. بقى عندك بطاطس وبتنجان بس وفلفل براحتك. فكده بقى حطيت البديل اللحمة معايا، أو اللحمة برضو، وهنزل بقى بالصلصة وهحطها كده على البوتاجاز بقى شوية أو في الفرن. طبعا معايا فايض لسه هون بقية الطبق. طبعا حابب انت قاعدة تاكل فيه، مفكرة ان هي بتقول يا ماما دي العدس اللي انا جايباه، قلت لها لا، دي لحمة. طبعا قالت لي طعمها حلو أوي وريحتها حلوة. طبعا الاكل بعد ما خلص ده المقطع طبعا عشان انزله على اي حاجة تانية بنزلها على الفيسبوك والانستا. وانا يا جماعة بنزل شغلي في كل مكان، تويتر، انستا، كواي، كل حاجة بنزل شغلي عليه. فايه رأيكم بقى؟ طبعا ما عنديش عيش حواوشي، جبت عيش بتاع الفرن اللي عندي، جبت كده نص رغيف زي ما انتم شايفين. وحطيت فيه بديل اللحمة اللي احنا عملناه، وحطيته في صينية على البوتاجاز. ما عنديش جريل بصراحة، صينية عادية خالص. وزي ما انتم شايفين عامل زي الحواوشي بالظبط. خطيرة يا جماعة، والله خطيرة، كانت عايزة طحينة بس. وطبعا طاجن المكرونة والمسقعة والمخلل اللي انا عاملاه. ما اشتريتش المخلل ده انا عاملاه في البيت. جربوا الوصفة بتاعتي وإن شاء الله تعجبكم بإذن الله. لو ما معكيش فلوس، 10 جنيه أو 5 جنيه أو 20 جنيه، هتعملي وصفة حلوة زي دي. وطبعا ولادك هياكلوا. وطبعا مش هتعملي أكل أرديحي ولا حاجة، تعملي حاجة فيها قيمة غذائية زي ما احنا عملنا كده. وأتمنى بقى الفيديو بتاعي يعجبكم، والوصفة بتاعتي تعجبكم. وإن شاء الله كل اللي جاي بعد كده فيديوهات وصفات على قد الإيد، على قد الإمكانيات خالص. هنعمل حاجات بدل حاجات. فأتمنى بقى تستنوا مني الفيديوهات بتاعتي. لو مش مشتركة معايا في القناة اشتركي معايا وعلى زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من القناة بتاعتنا. ومتنسوش بقى في اللايك والكومنت الحلو. وأشوفكم بقى في فيديو جديد تاني، وصفة جديدة. إيه واقول لكم بقى شوفوا يا جماعه المخلل ده، المخلل انا اللي عاملاه. اتمنى بقى الفيديو يكون عجبكم. وطبعا اللي عايز اي وصفه وعلى قد الايد يكتبوا في الكومنتات وقولوا ايه رايكم في الكومنتات، وبكل امانه وبكل صراحه. فمستنيه منكم الكومنتات الحلوه طبعا. واشوفكم بقى في فيديو جديد تاني، واقول لكم في رعايه الله وحفظه. كملوا الفيديو بقى، ده انا هبط من الكلام. يلا يا جماعة، مع السلامة. باي باي.